الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتكلم عن الزوج كإمام عادل، وأما الطلاق فمن المفروض أنه حالة خاصة تطرأ أحيانا على الحياة الزوجية، لكن مع الأسف الطلاق يقع اليوم ولأتفه الأسباب، بل صار كالنفس عند بعض النساء، كل شوي طلقني. بل ولعل كثيرا من الرجال اليوم عند كل مناسبة يهدد بالطلاق، والباب يفوت جمل. أي جمل هذا؟ والله أبواب بيوتنا وأنفسنا ما نفوت منها إلا الشيطان الذي نسمح له بأن يلعب بنا ويخرب حياتنا. فأين كثير من رجال الأمة من قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ والنساء مسكينات تجدهن يتصلن بالعلماء، تسأل كل واحدة: زوجي قال كذا، فهل طلقت؟ هل أحل له أم أنا محرمة عليه؟ حقا لا أعرف كيف سهل على البعض إيقاع الظلم على الناس. فمن مظاهر الظلم التي نراها على سبيل المثال حالات الطلاق التعسفي التي تكون ولأتفه الأسباب. فأين كثير من الأزواج من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبتي في الله، الأسرة من أهم لبنات المجتمع الإسلامي، وإذا لم ترعى بعدل ضاعت وضاع المجتمع. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بل ولا تنسى حقوق رعيتك بعد موتك. فهل أنت إمام عادل إذا حضرك الموت؟ إمام عادل في وصيتك؟ يروي أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل يعمل والمرء بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فهذا الذي يريد أن يغير بشرع الله عن قصد، أن يحرم البنات، أن يعطي فلان دون علان، أو يوصي بخلاف آيات المواريث، هذا ليس إماما عادلا، وبالتالي سيحرم من ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، ويلقى الله وهو عليه غضبان. وبعض الناس من كثر ما يثقلوا على الخدم عندهم يصير الخدم بحاجة لخدم يخدمونهم. أختي المسلمة، أخي المسلم، عليك أن تتقي الله عز وجل وتعدل في من اضطرته الظروف ودفعته الحاجة وسخره الله لخدمتك وخدمة آل بيتك من إخوانك المسلمين، وأن ترعى فيهم وصية نبيك صلى الله عليه وسلم حيث قال: موصيا بالإحسان إليهم ومحذرا من تكليفهم ما لا يطيقون ومن الإساءة إليهم. إخوانكم خولكم، جعلهم الله قنية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، أي ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه، أعنه. فعليك أختي المسلمة، أخي المسلم، إذا دعتك قدرتك إلى ظلم من جعله الله تحت ولايتك وسلطانك من خادم أو عامل أو رعية، أن تتذكر قدرة الله وبطشه وجبروته عليك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت معاملة رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن يخدمه معاملة الوالد الشفوق لولده والأخ الرحيم. يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم بصفحة بقدر فيه مرقة حارة وعنده ضيوف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي، عليك بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال لها: قضمت غيظي. فقالت: اعمل ما بعده والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. فقالت الجارية: والله يحب المحسنين. فقال ميمون: قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. ولا ننسى أهمية تربية الأولاد على احترام حقوق الخدم. أحبتي، ومن عمل تحت إمرته أجير فعليه أن يعدل معه ولا يظلمه، فلا يكرهه على عمل لم يتفق عليه عند التعاقد، مستفيدا من كونه لم يعطه إجرته بعد، أو أن باستطاعته حجبها عنه أو تقليلها، فكل ذلك من الظلم. وماذا عن من كان بأيديهم بعد الله توظيف الناس وتعيينهم في مراكز أو مؤسسات معينة؟
فهؤلاء إن أراد أحدهم أن يكون إماما عادلا فعليه التعامل مع الناس باعتبار ما يملكون من مواهب وقدرات، أي بناء على مبدأ تكافؤ الفرص. فالكفاءة والأسبقية من أهم معايير الاختيار، ومن الظلم أن يحكم أسلوب الوسايط والرشاوي. فليختر كل منكم أي إمام يرجو أن يكونه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. حديث خطير جدا. فكم من أب يحتاجه أولاده فلا يجدونه ولا يأخذون حقهم منه، بل كم من موظف جالس خلف مكتبه بيده تيسير معاملات الخلق فيعسر عليهم ويمتنع ويطيل، وكم من صاحب عمل يؤخر الرواتب عن الموظفين وهم بأمس الحاجة إليها، وغيرها من الأمثلة التي لا تحتاج للدليل. والعجيب ألم يسمع هؤلاء وغيرهم ممن يظلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وقد أوصى الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يأمره بالتواضع للمؤمنين وهو أشرف الخلق منزلة، فمن باب أولى نحن البشر العاديين أن نخفض جناحنا لمن تحت ولايتنا من المؤمنين. ففي هذه الآية يأمر الخالق سبحانه كل راع أن لا يتعالى على رعيته مهما كان يفوقهم، سواء بمنصب إمارة أو وزارة أو بعلم أو مال أو جاه. أحبتي في الله، العدل صفة ملازمة، صفة لازمة جدا من صفات المؤمنين، ومتى خرج الإنسان عن العدل لقي الله وهو عليه غضبان، ولا ينفعه لا إيمانه ولا صلواته ولا عباداته من الله شيئا. وفي هذا الزمان من أخطر الأئمة على الأمة أصحاب القنوات الفضائية، لشدة ما يتأثر الناس بما تعرضه. فصاحب القناة الفضائية راع والجمهور المشاهد رعيته. ترى كم من أصحاب القنوات الفضائية ذلك الإمام العادل؟ أنت راع ومسؤول عن كل ما تقدمه لجمهور قناتك، فهل كنت عادلا معهم فيما عرضت أم ظلمتهم؟ عرضت لهم ما يؤذي دينهم وما لا ينفعهم في دنياهم؟ هل يعقل بحجة التسلية والترفيه من خلال ما يعرض من أفلام تثير الغرائز أو مسلسلات أو برامج تافهة أو فيديو كليبات أن يدمر في حياتنا كل ما هو جميل؟ الإيمان، الحب، العفة، الأخلاق، الوقت. وبعد، فهل عزمنا أن نكون ذلك الإمام العادل فيما أولانا الله من أمانات واسترعانا عليه من رعية، كي نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، بل ونفوز بالجنة؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي ذلك اليوم لن ينفعنا سوى أن نكون قد عدلنا. فالحكم بالعدل في كل القضايا والأمور أمر محبوب لله تعالى، ولذلك أمر به ووعد عليه خيرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اللهم اجعلنا منهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.